من يخرج من مكان موطنه الأصلي ويذهب إلى أي مكان آخر كمهاجر يفقد روابطه الاجتماعية في الموطن الأصلي بمعنى وبدرجة ما، ويبدأ بإعادة بناء هذه العلاقات أو الروابط الاجتماعية في المكان الجديد. وهذا أمر جدا معقد وجدا صعب نفسيا واجتماعيا ومعيشيا ولغويا وثقافيا وإلى آخره. هذا البحث عن الذات في المكان الجديد، في الوعاء اللغوي الجديد، في الروابط الاجتماعية التي ستحدد صورته لذاته ومحيطه الاجتماعي الجديد. هذا البحث عن الهوية الجديدة من خلال إيجاد وإعادة بناء انتماءات جديدة، هذا لا يمكن تحديده بدون العلاقة مع الآخر المختلف، العلاقة مع الآخر كإنسان، كمجموعة، كدولة، كثقافة، كلغة، كقوانين إلى آخره. يحدث في يعني لذلك نرى في الأدبيات كثيرا أنه بحث سؤال الهوية هو بذات الوقت بحث سؤال الغيرية، بحث سؤال الغير، الآخر. نحن لو كنا كمهاجرين، لو كنا جايين على ألمانيا وبكل ألمانيا ما في غير عرب سوريين أو عرب مغاربي أو عرب يعني من نفس المكان اللي نحن جينا كلغة وكثقافة لن نشعر بحالة الهوية المضطربة والمزدوجة ولن يكون سؤال الهويات الهجينة سؤالا مطروحا علينا. ولكن العلاقة مع الغير بكل ما تحتويه هذا المصطلح هي التي تجعل الهجرة بمعنى أو بآخر هو بنفس الوقت سؤال عن الهوية.